يخشوا يشكروا. ما حدش يا جماعه يشكر اطلاقا. هذا هو واجبنا تجاه وطننا وتجاه ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نقدم ونساعد. ومن المؤكد زي ما محمود بيه قال ان لجنه تقصي الحقائق ايضا لديها معلومات مهمه جدا. نعم نعم مهمه جدا وتم تقديمها بالفعل للنيابه. لا، النيابه في بورسعيد وحفظوا عليهم، وفي افراد قبض عليهم، وفي ناس قبض عليهم، يعني طبعا. ربما بعض الوجوه اللي قدامنا دي تم القبض عليها، قد يكون ربما وصلوا اليهم يكونوا وصلوا اليهم ربما. واللي ما وصلوش اليه الشريط قدامكم والوجوه قدامكم واضحه وضوح الشمس، وبالتالي لا يستطيع احد الانكار. يعني انا عندي حاله وفاه، شهيد في الوراق، وحتى الان لم يستخرج شهاده وفاه يعني. مع يعني حضرتك. وفي حد كمان اصيب. انا كنت مع الالتراس عندي من الوراق. نعم. قعدنا قعده كبيره بيشتكوا يعني، ونفسهم حقهم يجي، يعني نفسهم طبعا حق الشهداء يجي، مصر والمصيبين كلها في واحد محبوبين. يعني مصر كلها مستنيه القصاص. مفيش حد في مصر، لان احنا كمان عايزين نبرئ اهل بورسعيد عشان ما ندخلهمش بدون مناسبه. انا الحقيقه برضو يعني امل الشعب المصري واملنا كمجلس شعب ان احنا اول مره حدث بهذا الحجم في وجود مجلس الشعب الحالي. يعني كل ما حدث قبل ذلك لم يكن المجلس موجودا، وتشكلت له لجان تقصي الحقائق عشان البحث والتمحيص فيه. لكن الحدث ده حدث والمجلس الشعب موجود، فلا بد انه يبقى فيه نوصل فعلا للجناه ويتم القصاص منهم. ويعني سامع حضرتك الاصوات؟ يعني طبعا ده جهنم، ده جهنم. مقتله، دي مقتله يعني، مقتله مجزره. سمعنا كده محمد النص دقيقه اللي فاضله دي.